انا النهارده ما صحيتش الساعه 5:30 ولا 6:30. انا صحيت الساعه 7:30. انا صحيت متاخر ده مش هيوقفني عن ان انا اتم الخطه الاساسيه. هعمل كوبايه قهوه وهروح اخد الغطس الصباحي. برضو جوزي النهارده قرر ان هو عايز يعمل مغامره ويروح على نويبع في مزرعه واحد صديقنا جدا. نروح كده نغير جو عشان الجو النهارده جميل، فمش هيكون النهارده حر. فقلت ماشي حتى وانا مش عايزه، انا عايزه اقعد في البيت عشان عايزه اريح. بس هروح وان شاء الله تبقى رحله سعيده. هشرب قهوه واعوم وبعدين ارجع استحمى واجهز حاجتي عشان نروح الرحله. خرجت بالمج عشان ما لحقتش اخلص القهوه. البحر النهارده فاضي لذيذ قوي، مفيش حد. هو ده بالظبط اللي كان نفسي فيه. عشان كده كنت هصحى الساعه 5، بس الحمد لله حتى الساعه 8:30 الدنيا فاضيه. السباحة الصباحية كانت زي الفل. دلوقتي هروح اجيب شوية حاجات قبل الرحلة للمزرعة. هجيب اكل يعني بصراحة، هجيب عيش ومخبوزات وحاجات كده. اوه. انا هكمل شرب القهوة في العربية عشان اتأخرت قوي وبقى عندنا خطط جديدة لليوم. دايما جوزي عايز يعمل حاجات، انا عايز اقعد في البيت. عايزة تركي. احنا وصلنا. احنا دلوقتي في نويبع. اول مره اسوق من دهب لنويبع في حياتي، اول مره اسوق على الطريق ده. الحمد لله وصلنا بخير. واحنا جينا مزرعه بلال صديقنا، اسمها ضيعه يونس. ممكن تلاقوها على انستجرام، مش عارفه على ايه تاني بس مبدئيا على انستجرام. ما عنديش حاجه تانية اقولها اعتقد. انا مبسوطه ان انا جيت. بلال بقاله كتير قوي بيقول لي ان انا اجي وانا مكسله اخد المشوار، وبعدين اول لما بوصل بحس ان انا مبسوطه قوي ان انا جيت هنا. برضو احنا اخترنا النهارده، او مش احنا يعني، بلال اختار النهارده علشان كان عارف ان الجو هيكون حلو، وده شيء ضروري لما بكون جايه مكان جديد زي كده. عمر ترجمة غلط. وانا جايه كنت بقول دايما بالهزار ما تيجي ناخد حاجتنا عشان لو قررنا ان احنا نبات. وبعد كده قلنا لا 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 لا, لا. كتير قوي ان احنا مش بس ناخد معانا حاجه عشان نروح المزرعه، بل عشان نبات. دي هتبقى شيله فوق الشيله. قررنا ان احنا بس هنيجي يوم واحد، ودلوقتي ندمانه على القرار. وحاسه ان احنا كان المفروض نجيب معانا حاجاتنا عشان نقعد هنا ليله، لان المكان هنا في قمه الجمال. بجد جمال مش طبيعي يا جماعه. انا مش فاهمه، انا مش عارفه احط الموضوع في كلام بجد من كتر ما المكان هنا جميل. انا حاسه ان انا عايزه اعمل فيديو لوحده على المكان هنا. متخيله شروق الشمس هنا هيكون جنان، يعني حاجه خياليه مش طبيعيه. سبحان الله المنظر فظيع. ايه الخضار ده؟ انا اصلا جايه في اكتر حته مش خضره وبصور فيها، بس
مش لاقي كلام. انا قاعده مع اصحابي ومبسوطه وعلى طبيعتي ومش بفكر في اي حاجه ومش متوتره من اي حاجه. يوم سعيد، يوم لذيذ، الحمد لله. الساعة دلوقتي 6:30 مساء أعزائي المشاهدين، وإحنا رايحين عند البحر. واو واو كول. Stomach. What a beautiful. I am taking some of the rabbit off the bone. انا مش متاكده ايه بالظبط بيحصل مع الكاميرا بتاعتي، بس هي مش شغاله كويس خالص. انا مش عارفه الكاميرا بتاعتي هتسجل اللي انا بقوله ده ولا لا، عشان كل شويه بسجل حاجه وبعد كده بتطفي وتتفتح وتقول لي انه الميموري كارد معرفش يسجل اي حاجه من اللي انا عملتها دي. بس حبيت اقول انه النهارده الصبح انا جيت انزل البحر علشان عايزه اخد طاقه كويسه، ومؤخرا بدأت أحس أحاسيس كويسة تجاه نفسي زي شفقة وحب لنفسي ومغفرة، عشان بحاول أغفر لنفسي وأسامح نفسي على حاجات كتير مؤخرا. بس بحاول بقى بعد ما الأحاسيس الكويسة دي موجودة مخليهاش أحاسيس بس، أعمل الموضوع أخليه أفعال بقى. والأفعال اللي انا هبين لنفسي بيها ان انا بحب نفسي بالنسبه لي انا شخصيا هي حاجات زي ان انا اجي اقعد في الهوا كده في العربيه في الهدوء وانزل ميه واطلع من الميه، وده بالنسبه لي حبي لذاتي. هو ده انا بحاول ابين لنفسي عن طريق افعال، مش بس كلام ومش بس مشاعر كويسه، علشان ابتدي اثبت النمط ده جوه مخي اكتر، نمط ان انا احب نفسي واعمل حاجات لنفسي واقوم اتحرك علشان نفسي وارجع بعد ما انا كمان حاجه كمان ان انا عايزه ابذل مجهود اكتر جسدي، علشان لاحظت انه اوكي الراحه حلوه وكل حاجه، بعد ما انا الحمد لله صلحت المشكله اللي عندي مش هرتاح بقى وافضل قاعده واقول ايه ده الله جسمي حاسس ان هو حلو قوي فخلاص هفضل قاعده في البيت مش هتحرك ما دام ما بقاش في احساس بالالم. بالعكس ابتدي بقى اتحرك واخرج واعمل انماط جديده عشان مخي يفهم ان احنا بنكسر السايكل بتاعه الالم دي، خلاص احنا بنخرج منها وبالتالي بنغير الانماط بتاعه تصرفاتنا، فمخي يبقى اللي هو اوكي تمام ماشي. هاخد الكاميرا والبس النضاره وانزل ميه اعوم مع السمك. امبارح وانا في نويبع، صح نسيت اقول، امبارح وانا في نويبع قضيت يوم من اجمل الايام تقريبا في حياتي وانا مش بأفور خالص، وبسطت قوي. وامبارح تصالحت مع حته كده معينه فيا بتخاف من الميه، وكنت حاسه ان انا شجاعه قوي ودخلت الميه جوه قوي وما كنتش حاسه بخوف خالص ولا توتر، وكنت حاسه بجد ان انا سعيده جدا. قعدت اقول انا خايفه انا خايفه عشان كان معايا ناس صحابي، ودي برده حاجه ساعدتني قوي ان انا ما كنتش لوحدي. انا على طول بحاول اخد المخاطرات دي او اكسر الحواجز دي مع نفسي. بس امبارح برده كان درس كبير قوي في اهميه الصحبه عامه. بس فالمهم امبارح اللي حصل قعدت اخد مخاطره واعوم بعيد بعيد بعيد، واتبسطت قوي عشان كان معايا ناس. قعدت اقول لاصحابي، قعدنا اصلا نهزر ونضحك، قعدت اقول انا خايفه انا خايفه انا خايفه قوي، وبعوم بعوم 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 زي الاطفال بالظبط، اللي هو بيبقى خايف بقول له وبيعوم برضو. انا بتصالح مع الطفل اللي جوايا المشرد التعبان التروماتايز، انا بتصالح معاها، انا بتصالح مع حبيبه الصغيره وحبيبه المراهقه وكل النسخ مني اللي معرفتش تكون نفسها قبل كده، انا هبقاها دلوقتي ان شاء الله. يعني ربنا يقدرني على قد ما اقدر يعني، بس هي دي النيه، ان انا اكون موجوده عشان نفسي، ادعم نفسي، احب نفسي، احضن نفسي. امتى اخر مره اديتوا نفسكم حضن يا جماعه؟ طبطبوا على نفسكم، احضنوا نفسكم وطبطبوا على نفسكم وقولوا برافو عليا، النهارده بذلت مجهود كبير، برافو عليا، حضن، شكرا مني لنفسي، شكرا. وانتوا اكيد هتقولوا شكرا لنفسكم بجد، جربوها مش بهزر، جربوها جربوها.
if she rich or friends. انا اكتشفت حاجه، اكتشفت ان انا عنصريه شويه في موضوع المزيكا ده. يعني لو حد بيسمع مزيكا حلوه ما عنديش مانع ان انا اسمعها ويعلي الصوت وكده، بس معظم الناس ذوقها وحش زي المزيكا اللي شغاله دي كده. ايه ده؟ هو دي 2002 ولا ايه؟ بطايا اي حاجه كده يعني، خلي عندك دم. برافو. مانجا مانجا يا ولد، مانجا خد جنب مانجا ده مانجا. اهلا. حاسه ان انا بقالي كتير ما عملتش فيديو على ضوء الشموع. النهارده هولع شمعتين مش واحده، شمعة ريحتها حلوة وشمعة التانية نورها حلو. وهولع كمان الفواحة، بحط فيها زيت الكافور العضوي ده، بجيبه من شركة اسمها باك تو نيتشر، ما اعتقد هيبان هو ده. وساعات كمان بحط، بس الورقة اللي اتقطعت خالص، اسمه زيت لافندر من ماركة اسمها زوجانون. باك تو نيتشر ده موجود هنا في دهب، بس برضو موجود في مدينة نصر في القاهرة. وزوجانون ما اعرفش لو ليهم محل في ارض الواقع ولا لا، بس انا عارفة ان كل حاجاتهم موجودة اونلاين. نولع تالت شمعة بقى. هيهي. لسه في زيت؟ لسه في. انا كده حاسه ان انا جاهزه ان انا ابتدي. انا بقالي فتره بدخل انام من غير ما اعمل اي نوع من انواع الروتين قبل النوم، وحاسه ان ده مؤثر على اني بقيت بصحى مش عارفه اعمل حاجه على طول في اول اليوم. بقيت باخد فتره طويله قوي من صباحي في ان انا ابتدي افوق نفسي او اجهز لليوم، وحاسه ان ده علشان انا مش باهل نفسي للسرير وبفضل قاعده اتفرج على حاجات اونلاين وخلاص، ودماغي بتبقى شغاله قوي، مخي بيبقى بيجري، وبعد كده ببقى عايزه فجاه اروح انام، وبعدين بقعد افرك في السرير. المهم يعني بتبقى نومه مش مريحه، ومش بستغل وقتي بافضل طريقه. فبحاول قوي يا جماعه ان انا بجد ما اقعدش على الكمبيوتر في اخر اليوم، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي انا ببقى عايزه اعملها بجد. مش عارفه الموضوع ازاي، بقى هموت اقعد اتفرج على حاجات لحد ما انام. دي خلطه زيت انا بعملها في البيت. بحط زيت النيم، عليه زيت جوجوبا، عليه شويه نقط زيت روزماري عشان يبقى الريحه حلوه، وكمان بيطول الشعر. ايه ده؟ ولا المره دي حطيت زيت خروع؟ لا معلش، المره دي حطيت زيت خروع عليه زيت جوجوبا عليه زيت روزماري، عشان انا ساعات كتير تانية كنت بحط زيت النيم، بس مؤخرا عايزه احط زيت الخروع علشان عندي كور. انا عمري ما اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده على يوتيوب عشان بيسبب لي انسكيورتي كبيره قوي. عندي كور في دماغي، كور دهنيه كده، وفي واحده ساعات بتبان من قدام هنا مكان القصه كده، بتبقى رافعه القصه لفوق، هي هنا عامله فراغ كده. فزيت الخروع معروف او مش معروف، بقى معروف ان هو بيقلل، هل ده معروف من زمان؟ معرفش. المهم يعني ان هو بيقلل بيقضي على الاورام وبيفتح الحاجات اللي زي كده اللي فيها تراكم للدهون. فبدات استعمل زيت الخروع بدل زيت النيم دلوقتي حالا. وبرده انا مش صبوره قوي وعايزه اطول شعري بسرعه، فبعمل كده عشان اطول شعري، عشان برده زيت الخروع فظيع في تطويل الشعر. فابتدي احط دلوقتي شويه واستعمل البتاعه بتاعه المساج دي في راسي كده علشان اجري الدوره الدمويه وافتح المسام وانا بحط الزيت في نفس الوقت. في كومنت جاي مؤخرا وخلاني اخد بالي من قد ايه بجد انا ليا كل الحق كأم ان انا اقول قد ايه الامومه صعبه، علشان حتى مجتمعنا بقى بيبص على الام بطريقه غريبه ورهيبه، وانا شايفه انه دي حاجه ما بقتش لطيفه خالص. حد كتب لي مادام انتي مش عارفه ايه، كتب انتي خلفتي ليه؟ طيب مادام انتي بتشتكي كتير قوي كده، اللي هو لا احنا مش هنبطل نعمل حاجات في الحياه مهمه جدا وصعبه وفيها مشقه وفيها تعليم وفيها رحله كبيره قوي ومغذيه جدا للمخ وللروح وكل حاجه، علشان هي صعبه وهنبقى بنشتكي. ما احنا هتبقى صعبه وهنبقى بنشتكي، ده العادي. المشكله يعني مش لما حد يجي يقول لحد حاجه لا طب ما عملتها ليه بقى ما دام هتصدعني وتقعد تشتكي. لا، لو انت ما عندكش مساحه، او انت ما اعرفش اصلا انت راجل ولا ست، لو الشخص ده ما عندوش مساحه ان هو يتفرج على شخص تاني بيعبر عن مشاعره، عن انه بيواجه حاجه صعبه، ما تتفرجش. بس حاجه بجد مش عادله قوي ان احنا نقول لام لا ما تشتكيش بقى، ما خلاص امال خلفتي ليه بقى. يعني نقدم الدعم يا اما نسكت. انا بحس برضو الفرشه دي بتساعد قوي لو حد حاسس ان شعره من فوق فلات قوي او ما فيهوش كده فوليوم، ما فيهوش نعنشه. ده بينفع جدا ان هو ينعنش المسائل ويكبر الفوليوم بتاع الشعر كده من فوق. مش عارفه ده بيحصل ازاي، يعني مش عارفه الفرشه دي بتعمل كده ازاي بصراحه. انا جبتها علشان انا بحب اعمل مساج في راسي علشان بيجيلي صداع،
وكمان علشان قبل ما اظبط الفقرات اللي في رقبتي كان بيجيلي الم رهيب رهيب في راسي، بحس ان راسي شده كده بطريقه معينه وكنت بحتاج ان انا افكها، فعشان كده برضو جبت الفرشه دي. انا بحب الفرشه دي جدا وشايفه انه شرائها كان قرار ذكي جدا بالنسبه لي. انا في العادي بستعمل الفرشه قبل الزيت، بحط الزيت بعدها، وعشان انشر الزيت بستعمل ايدي الاول. كنت بستعمل الفرشه وبعدين معرفش ليه ما كنتش ببقى فاهمه في قد ايه زيت فين، لازم احس كده بصوابعي. في حاجه لما حد بيعمل حاجه بايده الموضوع بيبقى مختلف، الاحساس بيعرف يظبط اكتر. انا بعرف اظبط الحاجات دي اكتر. صحيح نسيت اقول انه زيت الكافور يا جماعه بيفتح الصدر وبيفتح الشعب الهوائيه والكلام ده، وانا بقالي فتره طويله بكح فبحاول استعمله علشان الموضوع بيساعد. وزيت اللافندر طبعا للاسترخاء قبل النوم، موضوع بديهي بس مش كل الناس عارفاه. فبقيت واخده بالي قوي من قد ايه انا بنتقد نفسي، وبقيت واخده بالي قوي من قد ايه انا عايشه في اليوم وجوايا احساس قوي قوي بالخوف. الموضوع اتضح لي مؤخرا قد ايه بعد طبعا صح معلش انا نسيت اقول حاجه. انا رحت الدكتوره اللي رحت لها قبل كده، ويا جماعه انا اسفه مش بحط اسم الدكتوره ولا نمرتها علشان هي مش عايزه، مش عشاني انا، هي مش عايزه. هي عندها ناس كفايه تعمل لهم مساج، وهي بتيجي بس عن طريق التوصيه من شخص لاخر. وانا قلت لها لو ممكن احط معلوماتها بره وهي ما رضيتش، فانا بحترم خصوصيتها. رحت وظبطت ظهري من تحت الحمد لله، وده برضو عمل فرق كبير. انا حاسه انه الميكروفون بعيد قوي عن بقي ولا الصوت طالع تمام؟ هيطلع تمام ان شاء الله. ان انا رحت عملت عمودي الفقري من تحت، وده بقى غير الحياه بجد. كان في برضو فقرات هناك مش في مكانها ومنزلقه، بس الموضوع ما كانش وحش قوي زي رقبتي كان فيها اكبر مشكله. ومن ساعتها وانا بقيت باخد بالي، عشان انا دلوقتي انا حاطه الميكروفون قريب شويه. دلوقتي لما ما بقتش حاسه بالم كبير في جسمي بقيت بعرف افكر بطريقه فيها صفاء اكتر ووضوح اكتر. فدلوقتي لما بحس نفسي عندي انكزايتي عاليه قوي او متوتره قوي، دلوقتي بقيت بعرف اسمع صوتي اللي جوه دماغي اللي بيرد على الاسئله دي اكتر، لانه صوت الألم كان عالي قوي لو الموضوع منطقي، او الألم كان مشوش عليا وعلى تركيزي بطريقه رهيبه. ان انا ما كنت بحاول افهم انا ليه حاسه بانكزايتي، دلوقتي ما كنتش بعرف اوصل مع نفسي لحاجه من كتر ما انا موجوعه، مش عارفه اركز في حاجه غير الوجع اللي انا حاسه بيه. فالحمد لله بعد ما بفضل ربنا بدات اتعافى من الوجع ده، حاسه انه بدات افهم اكتر مخاوفي، وبدات اشوف قد ايه انا بنتقد نفسي قدام الكاميرا، وقد ايه انا بوقف نفسي من ان انا اصور، وحاجات كتير قوي بدات تتضح لي كده في تصرفاتي وسببها ايه، وقد ايه بجد انا واقفه في طريقي. وبعدين بقى ان شاء الله هبتدي بالراحه في رحله طويله اوصل لازاي ما اقفش في طريق نفسي، وازاي اساعد نفسي واكون صديقه نفسي الصدوقه علشان اوصل نفسي لحاجات كويسه في الحياه. وبرضه كنت بفكر في حاجه تانية، انا مش عارفه امتى الفيديو ده قلب رغي قوي كده، ان انا كل ما بعدي فتره انا بتعافى فيها او بعمل انجاز كبير قوي داخليا بره، وبالنسبه للناس اتصالي مع العالم الخارجي بيبقى صفر. بس بدات افهم انه ده شيء ضروري، ومحتاجه بس اشرح للناس اللي حواليا انه ده بيحصل عشان صداقاتي ما تروحش في البلاعه والموضوع يبقى بشع. او عادي ان انا اقول للناس يا جماعه انا بعدي فتره دلوقتي محتاجه اقعد مع نفسي كتير جدا، فلما ان شاء الله هخلصها هقابلكم تاني او هنتكلم تاني، بحبكم عاملين ايه، او اللي هو ممكن دلوقتي نتكلم على التليفون بس مش هقدر اشوفكم حتى لو حد عايش جنبي، ممكن اجرب اقول كده. واكيد هيبقى في ناس كتير في صحابي هيتفهموا، انا بس بخاف اخد اول خطوه ان انا اشرح نفسي. وايه كمان كنت عايز اقول حاجه كمان في الموضوع ده، يعني لو خدت سنه مع نفسي او ما شفتش صحابي لمده سنه، وبعدين عشان في السنه دي كنت محتاجه اعمل تغيير كبير قوي في حياتي، او محتاجه افهم حاجات كتير قوي عن نفسي، عشان بجد في حاجات كتير قوي انا محتاجه افهمها، محتاجه اخوض محادثات مع نفسي كتير قوي، محتاجه اقعد اتكلم مع نفسي في اليوم 3 ساعات قاعده بفكر، مش بعمل اي حاجه من بره منظري، مش بعمل اي حاجه، بس انا قاعده بتفكر وبكلم مع نفسي وبحاور نفسي علشان افهم عنها اكتر. فده بيأثر على الحياه الاجتماعيه، او بيأثر على انه الواحد يبقى بينجز انجازات خارجيه او ماديه كتير. مش ماديه، ساعات بفضل قاعده في البيت واللي هو ببقى بطبخ وبعمل حاجات وبغسل غسيلي وبعمل يوجا وبظبط شعري وبعمل حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت مش بشوف ناس بس بنجز. المهم قعدت اعمل بالفرشه كتير قوي عشان انجرفت ونسيت احط الزيت. موضوع ان انا بحط الزيت ومش شايفه ده برضو موتر قوي بالنسبه لي، بحس ان انا ساعات بحط كتير قوي، ساعات بحط قليل قوي ومش ببقى شايفه حاجه. وانا شعري قصير كان الموضوع اسهل بكتير ان انا احط زيت او ان انا اغذيه، بس يا جماعه الشعر الطويل طلع حوار. الشعر الطويل محتاج عنايه كبيره مش قليله، بالذات انه مثلا الميه اللي انا بستحمى بيها هنا في دهب ميه متحليه، فبيبقى فيها كيميكلز كتير، بيبقى فيها كلورين كمان اعتقد، فلازم دايما ابقى بعمل اجراءات علشان شعري يفضل صحي. مش بحس انه بحتاج نفس الحاجه
حاجه لما بكون في القاهره بصراحه، مش بحس ان شعري بيتاثر قوي بالميه في القاهره، بحس ان بالعكس، بحس لما بروح القاهره شعري ساعات كتير قوي بيبقى احسن بكتير. المساج ده برضو مهم ان احنا نعمل مساج كده للزيت في شعرنا. الفترة دي من حياتي بحاول أتصالح أعتقد مع المراهقة اللي جوايا، لأنه أعتقد الطفلة عملنا مع بعض قطعنا شوط كده معين تمام، دلوقتي محتاجة أتصالح مع المراهقة اللي جوايا اللي كانت عايزة تعمل حاجات لذيذة وعايزة تشوف أماكن كتير وعايزة تسافر وتعمل مغامرات وكده. عايزة أتصالح مع الجزء ده وعايزة أشجع الجزء ده اللي فيا، الجزء المراهق اللي هو عايز ساعات يعمل مشاكل كده ويتشاقى ويتبسط، ومش عارفة اشرح الموضوع ازاي، عشان انا بجد لو دي هي مراهقتي فانا اهدى مراهقة في العالم، عشان كل اللي انا عايزاه ان انا اقعد في بيتي واخد بالي من نفسي. يا اما النقيض التاني بيبقى اللي هو ببقى عايزة يلا احرق شعري بقى في الشمعة، الناحية التانية ببقى عايزة اللي هو اروح مثلا اكامب، ببقى عايزة اسافر وانا دلقت الزيت على تيشيرت او حاجة كده يعني. دي المراهقة اللي جوايا، عايزة تعمل مغامرات في الطبيعة معظم الوقت. طيب انا هروح اكمل احط زيت، وانا كنت عايزة اقول حاجة تانية بعدين، ممكن اقول حاجة تانية بعدين، بس انا هقفل الكاميرا واروح احط الزيت عشان مش عايزة احرق شعري في الشمعة. هل تسمعني؟ انا دلوقتي حطيت الزيت، حطيت شعري في كحكة وهستنى مثلا نص ساعة قبل ما اغسله. مش عارفة بقى اعمل ايه في النص ساعة دي، هل اقعد اشتغل واعدد، اعمل لنفسي مساج في وشي؟ اعتقد هأدت بصراحة، عشان حاسة ان عندي شوية طاقة كده كرياتيف، فاقعد استغلها، طاقة ابتكارية، طاقة مبتكرة، معرفش ايه، مش قادرة اترجم دلوقتي، الوقت متأخر قوي، الوقت متأخر، قصدي ان الساعة عدت 9:30، ده بقى متأخر قوي بالنسبة لي، اللي هو ده الليل واخره خلاص.